تخيل تصحى من النوم تلاقي الأرض تحت رجلك بتتهز، حيطان بتترج، حالة من الهلع بين الناس. تفتكر دي لحظة النهاية ولا ده مجرد زلزال؟ في الفيديو ده هتتغير نظرتك لكل هزة بتحصل حواليك، لأنك بعده هتفهم الزلزال بيحصل ليه وإزاي أحمي نفسي وليه الموضوع مبقاش بعيد عننا زي زمان. الزلزال عبارة عن هزة عنيفة بتحصل بسبب كسر مفاجئ في الصخور تحت الأرض. التكسير ده بيحصل نتيجة ضغوط ضخمة بتتراكم جوه الأرض، ولما الصخور ما تستحملش بتفرقع فجأة، وبتطلع الطاقة بتتنقل في شكل موجات بتوصل للسطح وبتعمل الزلزال اللي بنحس بيه. الأرض عاملة زي بانيو متقسم بلاطات ضخمة اسمهم الصفائح التكتونية. الصفائح دي بتتحرك طول الوقت بس ببطء جدا. لما يصطدموا وبيحتكوا ببعض بيحصل هنا الزلزال. يعني الزلزال مش حاجة مفاجأة، دي نتيجة سنين من الضغط تحت الأرض. الزلازل أنواع مختلفة وكل نوع بيختلف عن التاني في طريقة حدوثه. تعال نشوف رقم 1 مع بعض. الزلزال التكتوني، وده الأشهر واللي بيحصل نتيجة حركة واحتكاك الصفائح ببعضها زي ما اتكلمنا عنه. رقم 2 زلزال البركاني، لما بركان بينفجر بيعمل حواليه زلزال. رقم 3 وده غريب شوية، زلزال صناعي. حتى الإنسان ممكن يسبب زلزال زي تفجيرات النووي أو التعدين. رقم 4 وده الأخير زلزال تسونامي، وده الأخطر لما بيحصل زلزال في البحر وبتطلع موجات عملاقة. أوقات بنحس بحاجة خفيفة زي ما تكون عربية تقيلة عدت، وأوقات تلاقي النجفة بتتهز، حيطان بتترج، كهرباء بتقطع. ده بيعتمد على قوة الزلزال والمسافة بينك وبينه قد إيه. في زلازل بتكسر الطرق، بتوقع بيوت، تخلي مدن كاملة بترجع للصفر. في ناس بتفقد كل حاجة في لحظة. الزلزال مش بس تأثيره مادي، ده نفسي كمان. ناس كتير بيجيلها فوبيا بعد الزلازل وبيبقى فيه آثار نفسية صعبة جدا. مصر بعيدة عن أخطر خطوط الزلازل في العالم، لكن مش معنى كده إننا في أمان مطلق. في نشاط زلزالي حوالين البحر الأحمر، خليج العقبة، جنوب سيناء، وسواحل البحر المتوسط. يعني ممكن تحصل زلازل خفيفة أو متوسطة، وفعلا حصلت كتير الفترة اللي فاتت. اللي اتغير مش الزلازل، اللي اتغير هو إحساسنا بيها. زمان الزلزال كان يحصل ومحدش بيعرف. دلوقتي عندنا أجهزة رصد دقيقة جدا، تطبيقات بتبلغك في لحظتها، سوشيال ميديا بتنقل الهزة قبل ما تنتهي أصلا. لكن في الحقيقة إن في مناطق زادت فيها الزلازل بشكل ملحوظ، وده بيرجع لتغير المناخ وذوبان الجليد، وده علميا حقيقي. لو حسيت إن الأرض بتتهز اتبع القاعدة دي فورا. انزل، غطي، ثبت. رقم 1 انزل على الأرض. رقم 2 غطي دماغك بأي حاجة. رقم 3 ثبت جسمك تحت ترابيزة أو جنب أي حيطة داخلية. ولو كنت في الشارع ابعد عن العمارات والكباري وروح لمكان مفتوح فورا. في تطبيقات عالمية بتبلغك فورا لو حصل زلزال. رقم 1 EMSC. رقم 2 Earthquake Network. رقم 3 MyShake. وتقدر كمان تتابع مواقع زي دول. الزلزال ما هواش نهاية، هو تذكير إن الأرض ليها نبض وليها غضب وليها صوت. ما ينفعش نخاف، لكن لازم نفهم. الوعي هو أول خطوة للحماية. لو الفيديو ده علمك حاجة جديدة شاركه مع غيرك، يمكن توصل المعلومة قبل ما توصل الهزة.
هنستنى في الكومنتات تشاركونا مواقفكم اللي عديتوا بيها في زلازل قبل كده، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس، تستنوا كل مواضيعنا الجاية اللي أكيد هتعجبكم جدا. سلام.